الطائرات الكهربائية أصبحت حقيقة بالفعل. نعم، هناك العديد من النماذج الأولية والطائرات الصغيرة التي تطير اليوم باستخدام الطاقة الكهربائية فقط. هذه الطائرات تمثل بداية ثورة جديدة في عالم الطيران، حيث تسعى الشركات والمبتكرون لتقليل الانبعاثات وتحقيق طيران أكثر صداقة للبيئة. رغم أن هذه النماذج لا تزال محدودة في الحجم والمدى، إلا أنها تفتح الباب أمام مستقبل واعد للطيران النظيف. في هذا المشهد سنستعرض كيف بدأت هذه الطائرات في التحليق، ولماذا يعتبر هذا التطور خطوة مهمة نحو تغيير جذري في صناعة الطيران. لكن لماذا لا نرى الطائرات الكهربائية منتشرة مثل السيارات أو الحافلات الكهربائية؟ السبب الرئيسي يكمن في التحديات التقنية الكبيرة التي تواجه هذا المجال. الطائرات تحتاج إلى طاقة هائلة للإقلاع والطيران لمسافات طويلة، بينما البطاريات الحالية ثقيلة جدا مقارنة بالوقود التقليدي. بالإضافة إلى ذلك، كثافة الطاقة في البطاريات أقل بكثير من الوقود، مما يجعل من الصعب تحقيق مدى طيران طويل أو نقل عدد كبير من الركاب. هذه التحديات تجعل الطائرات الكهربائية مناسبة حاليا للرحلات القصيرة أو التدريب فقط، بينما لا تزال الرحلات التجارية بعيدة المنال. رغم التحديات الحالية، إلا أن المستقبل يبدو مشرقا للطائرات الكهربائية. شركات كبرى مثل إيرباص وبوينغ تعمل على تطوير نماذج هجينة وكهربائية بالكامل، مع التركيز على تحسين البطاريات وجعلها أخف وأكثر قوة. مع التقدم في تكنولوجيا البطاريات وزيادة كفاءتها، قد نشهد خلال العقود القادمة طائرات ركاب كهربائية بالكامل قادرة على الطيران لمسافات أطول وبأمان أكبر. هذا التحول لن يكون فقط لصالح البيئة، بل سيفتح أيضا آفاقا جديدة للسفر الجوي المستدام والاقتصادي.